زوجي عصبي جدا، من فترة كان يضربني الطالعة والنازلة، شكوته لأهله لكن دون جد، وحتى قالت لي إحدى أصدقائي لا تسكتي له. هاد السيدة مع الإخوان كان كيضرب رجلها وكيتعدى عليها، ودارت معاه جميع الحلول والو، حتى اقترحت عليها صاحبتها هاد الطريقة. زوجي عصبي جدا، من فترة كان يضربني الطالعة والنازلة، شكوته لأهله لكن دون جد، وحتى قالت لي إحدى أصدقائي لا تسكتي له، فإذا ضربك اضربيه. ونعم الصحبة. فعلا لما اجى يضربني خبطته بجهاز الريموت. ممتاز. استغفر الله. وكل ما يضربني اضربه حتى صار ما يسترجي يضربني. وانقلبت الآية وصار يخاف مني. شو بك عم تضحكوا؟ عم بتقول أعلم أن هذا غير لائق الحمد لله، لكن ما لقيت غير الحل. قالوا هالشي أثر على حياتنا، ما عاد في حب وحنان. قالوا حب وحنان. ماذا أفعل حتى تعود المي لمجاريها؟ هلا كتبت شغلة، ليش الإسلام ما أجاز للمرأة أن تضرب زوجها؟ ليش؟ لماذا أجاز للزوج أن يضرب إذا كان عالما بالحكم الشرعي للضرب وبطريقته وبمتى يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضربهن كريم، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط أبدا. الصراحة الإخوان حشومة عليها وعلى أي وحدة كتضرب رجلها، صافي كيضربك جميع حوايجك والله يعاون. ودابا اش من حياة هادي؟ انت عايشة مع راجل كيشوفك راجل كتر منه، والغريب في الأمر كتضربو باقا كتستنى منه الحنانة.